ورحمة الله وبركاته. ده فيديو متابعة للقافلة بتاعت فيفا بالستينيا كونفوي اللي جاية من تركيا عبر أوروبا، أو جاية من أوروبا لتركيا لسوريا. المرة اللي فاتت اتكلمت وكنت بشوف إن مصر هل هتعرقل القافلة ولا لأ، وكانت القافلة هنا في العقبة، وما كانوش المصريين عايزين يدخلوها، والحكومة المصرية المتصهينة مش عايزة تدخلها، وفضلوا متعطلين هنا لمدة 4 أيام. عملوا كل المحايلات وحاولوا يعملوا كل الوساطات عشان مصر تسمح ليهم بالدخول، بس كلها فشلت لأن الحكومة المتصهينة رفضت إنها تدخل القافلة. كانت عايزاهم يخشوا من هنا زي ما شرحت المرة اللي فاتت، من هنا لهنا لهنا لهنا، يعني يأجروا زي ما جورج جالوي قال في البي بي سي وقال في النيوز، عايزينهم يأجروا 5 بواخر هنا في قناة السويس، وعايزين يأجروا كمان 5 بواخر تانيين، لأن هم معاهم باخرة، لما بيجوا معاهم باخرة كبيرة بتشيل 250 عربية. بس المصريين يظهر عايزين يشطبوا عليهم، او عايزين يشطبوا على المسلمين اللي سابوا بيوتهم في اوروبا وسابوا اعمالهم وجايين عشان يساندوا اخوانهم في غزة، ومتبرعين بالفلوس واموال المسلمين اللي اتبرعوا في اوروبا وفي العالم كله. عايزين يظهر انهم يعني يشطبوا عليهم قبل ما يخشوا على غزة، ويقدروا يساعدوا اخوانهم المسلمين هنا. وبعدين بيقولوا لك اختار امن قومي ومش عارف ايه، انهم ما نقدرش ندخل كل العربيات دي. دول ناس معاهم جنسية بريطاني، كلهم جنسيات اوروبية، ومش كلهم مسلمين، يعني في منهم بريطانيين عاديين جايين يساعدوا شعب غزة المحاصر. وانت ليه احنا بندخل مقاومة؟ مدخلين ناس من الشارع، مدخلين ناس ماسكة AK-47، دول ناس معاهم جنسية بريطاني. فدلوقتي المهم القافلة هتضطر ترجع من هنا من العقبة. هم هنا اهو دلوقتي القافلة هنا رجعت من الأردن، دخلت على سوريا مرة تاني. على الأقل الأردن وسوريا مش هيكلفوا فلوس، لأن الناس بترحب بيهم بالورود، بتنزلهم ببلاش، بتأكلهم، بتعمل لهم احتفالات، بتزود للقافلة، التبرع بيزيد. وبعد كده هيروحوا على دمشق، ومن دمشق لهنا لحمص، ومن حمص هيروحوا على ميناء اللاذقية في سوريا. يعني هيرجعوا سوريا مرة تانية بعد ما كانوا في سوريا ونزلوا كل لحد هنا، هيضطروا يرجعوا الخط ده تاني، ومن اللاذقية هيأجروا سفينة تحمل كل العربيات دي وينزلوا هنا على العريش مرة تانية، من العريش ان شاء الله لرفح. طبعا هيحصل في عرقلة. المرة اللي فاتت الفيديو كنت بسأل هل مصر هتعرقل؟ هي فعلا عرقلت، ولسه هنشوف ألاعيب تانية ياما في الجراب يحاوي. هنشوف ألاعيب ايه تاني الحكومة المتصهينة دي هتعملها عشان تمنع العون والمدد لأهلنا في غزة المسلمين. فأنا بس حبيت أوريكم آخر تطورات القافلة. القافلة هنا دلوقتي داخلة على دمشق، هينزلوا في نفس الفندق اللي كانوا فيه قبل كده في دمشق، ومن دمشق هيروحوا على اللاذقية، ومن ميناء اللاذقية هيبحروا لحد العريش، وهنشوف الحاوي هيعمل لهم ايه بقى بعد كده. انا بس نفسي انهم يفهموا انهم مش هيتسابوا في حالهم، مش هيتسابوا في حالهم. كل اللي بيعملوه انهم بيعملوا دعاية سيئة، كل مرة بيزيد التأكيد ان الحكومة ديت متصهينة. كل مرة بيتفضحوا في الجزيرة وفي العربية في كل وسائل الاعلام الاوروبية. فهنشوف مين اللي هيكون معاه النفس الطويل، هم بحركاتهم ولا احنا المسلمين اللي هنفضل نآزر اهلنا في غزة لحد ما نفك الحصار عنهم.
يبنوا فولاذي، يبنوا فولاذي. مش يعني المجاهدين مش هيغلبوا. بس ويا ريت يا ريت زي ما بكرر، المصري الشريف المسلم ملهوش علاقة بالكلام ده. ما تجيش تحط نفسك في موقف وحش انك تدافع عن اعمال صهيونية من دافع انك بتحب بلدك. حب بلدك زي ما انت عايز، حب الاسلام زي ما انت عايز، بس ما تحاولش تبرر اعمال مشينة من دافع عصبيتك لبلدك. اللي بيحصل ده فضيحة عالمية. الناس عملوا هانجر سترايك، الاوروبيين. هوريها لكم دلوقتي. في هانجر سترايك، في فضيحة في كل وسائل الإعلام في إنجلترا في أوروبا على موضوع إن مصر ما سمحتش بعد كل المظاهرات، بعد المظاهرات أمام السفارات المصرية في عمان، بعد كل المحايلات من تركيا، مصر ما سمحتش للقافلة إنها تعبر. وزي ما أنا قلت، أنا كنت بسأل هل مصر ستعرقل؟ وهي فعلا مصر عرقلت. وطبعا الكلام ده بيتذاع في البي بي سي، في البريس تي في، في كل المحطات اللي في اوروبا. فانا مش فاهم ليه هم بيعملوا كده، وايه الحكمة منها. مفيش اي مبرر ان كل الدول ترحب، ودول دايما. وطبعا الميعاد المحدد اللي هو كان يوم 27/12 راح، لان دلوقتي الله اعلم امتى هيقدروا يخشوا قطاع غزة. بس فهحط برضو لينك لو عايز تتابع القافلة دقيقة بدقيقة. هما بيعملوا تطورات للقافلة دقيقة بدقيقة، ممكن هحط اللينك علشان تتابعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.